أخرجني ربنا عز وجل سبحانه وتعالى من الظلمات وهدني إلى النور. قلبك كان مسودة والآن مبيضة عظيمة منورة جدا. قبل الجنة نريد أولا شيء عظيم، وكثير من الناس ينسون هذا. نريد أولا رضوان الله سبحانه وتعالى، رضوان الله هو أكبر، لا نريد الجنة، نريد الله عز وجل وقربته. اللهم ثبتهم على الإيمان وارزقهم أعلى الجنان كما رزقتهم هداية القرآن. بالقرآن اهتديت، بالقرآن اهتديت، في رحبه تحلو الحياة، شوقا إلى المولى أتاي، أسلمت روحي للإله. نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع، آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا. نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع، آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا. اسمي مارك، ومارك هو اسمي الأصلي، وعمري الآن 22 سنة. أسكن في المدينة اسمها ماركامباغال، من المدن بجانب المدينة الكبرى في بلادنا اسمها ليل في شمال فرنسا. مارك والذي سمى نفسه عبد العزيز أسلم وعمره 17 سنة. التقينا معه بفرنسا في مدينة ليل، وكان لقاء مليئا بالمفاجآت. أريد أن أعرف عن حياة عبد العزيز قبل الإسلام. كيف الحال إن تكون في الظلمات كهذا الشخص؟ لا يرى، يمشي ولكن يمشي بدون مقصود، يمشي ولا يعرف أين يكون، وهذا الحياة الكافر. أما الأمور الدينية تذهب في يوم الأحد في الكنيسة، أو أحيانا في الأسبوع تقرأ أحيانا الكتب المقدس. ذات يوم كنت مع أحد من أصدقائي، كنت في درة نارية، ثم هكذا انقلبت الدراجة النارية، ومن هنا بعد خروج المستشفى بعد حديث خطير إنما تفكر على الحياة، على مقصود الحياة. اللي تفاجأت منه أن عبد العزيز بدأت معرفته في الإسلام في صالون حلاقة. ثم الشهر بعده الله عز وجل جعل في طريقي أحد مع أصدقائي، وهو يريد الذهاب إلى الحلاق. نعم. فدخلنا في المرأب، لأن الحلاق كان في مرأب فيه الانتظار. نعم. أشخاص مسلمين وغير مسلمين. نعم. وتكلموا عن عيسى، موسى، ولكن بالمصطلح الإسلامي. لا يقول كلغتنا جيزو، يقول عيسى، لا يقول مويز، يقول موسى، هكذا. فأنا دائما في حياتي ما دمت أن أكون شخصا ذا فضولي، إن لم أعرف شيئا اجتهد كثيرا حتى أفهمه. شرحني، ما فهمت. نعم. ما فهمت ماذا قلتم. شرح لك؟
قلني شرحني، ولكن باستطاعه، لأنه يعرف بعض الأشياء عن الإسلام ولكن عنده قليلا من الأصول. نعم. فوصلنا إلى حد. نعم. كنت معجبا، لأن في ما دمت أنا أؤمن أن المسلمين وهو مشهور هنا أن المسلمين هم الأعراب. فهمت؟ والمسلم الذي هو يصوم في رمضان لا يأكل لحم الخنزير، له الختان، والمسلمة أيضا وعليها الحجاب فقط. كان معرفتي عن المسلمين كنت جاهلا. كنت جاهلا. ثم في الأحلى أسئلتي صعب. قال لي أنا لا أدري ما لست بعالم، اذهب إلى المسجد. صادف وجود عبد العزيز في المسجد أن هناك محاضرة تفسير، وكان الشيخ يتكلم عن سورة الليل، وكان لها أثر كبير على قلب عبد العزيز. فأما من أعطى واتقى الله وصدق بالحسنى أي فسنيسره لليسرى، والعكس وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره. الله أكبر. إلى هذه اللحظة أخونا عبد العزيز كان يشعر وهو داخل المسجد أنه متطفلا على الإسلام. قبل دخول المسجد عندك سورة على المسلمين. نعم. أنا كنت جاهلا عن ذلك. وعندما تدخل في المسجد ترى شيئا آخر. كان المدى أشواك حتى كسه الندى، والقلب قد أرضاك يا رب حين اهتدى، يا رب حين اهتدى. التقى هناك مع أول فرنسي مسلم. كان يظن عبد العزيز أن الإسلام فقط للعرب، وتفاجأ بهذا الفرنسي المسلم. اسمه مهدي. نعم. الآن اسمه مهدي ولكن بالأصل ماكسنس. نعم. سألته عن لماذا أنت هنا؟ قال لي أنا مسلم، أشترك في الدروس. أنت مسلم، أنت فرنسي. قال لي هكذا أنت يمكنك أن تكون مسلما وأنت فرنسي، تكون مسلما وأنت مثلا إنجليزي. وشرحني بنظام بسيطة. وأيضا هو كان من قبل نصرانيا. نعم. وأيضا عاش في البلد نفسه. نعم. هو فرنسا. أعجبني كثير وأعطاني كتب أحمد ديدات. قرأت الكتب ولكن بسرعة، لأن كمثل شخص جوعا. نعم. سبحان الله. جوعا للحق. يقول كان جوعان للحق. سبحان الله. هو أنا والحلاق. نعم. يعني هما يريدان أن يعلماني سورة الفاتحة. حفظت هذه السورة قبل الإسلام. نعم. وصليت قبل الإسلام. السورة المهمة التي تأثرتني هي السورة الأولى التي حفظت سورة الفاتحة قبل الشهادة. نعم. هي التي أثرت بك. لأن فيه معنى الآية عظيم. تذكر الرحمة الله عز وجل، تذكر أنه هو الملك، الرب هو المدبر الأمر. الله. هو يعطي لمن يشاء ويقدر لمن يشاء. هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين. الله. هذه الآية هي مهم، لأن نعم قلنا قبل إسلامي نحن نصراني، وفي كتاب النصراني تذكر التوحيد. ونقول في بلادي عن إبراهيم عليه السلام هو أبو الموحدين. نعم. والذي كسر الأصنام. نعم.
فهمت؟ فإياك نعبد، نعم، لماذا نعبد الأصنام؟ لماذا نعبد كذا؟ نعم، نعبد الأعراب، إن تدعو الأعراب. يا منزل القرآن نورا على أحمد، أحسست باطمئنان بالنور لما ابتدى. ثبتني يا الله على طريق الهدى. بالقرآن برحمه تحلو الحياة. شوقا إلى المولى أتاي، أسلمت روحي للإله. بالقرآن برحمه تحلو الحياة. شوقا إلى المولى أتاي، أسلمت روحي للإله. قد زان لي أغلى طريق، وهو الشفيع هو الرفيق. يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة. ويوم من الأيام بعد الرصابع اتصل بي الأخ مهدي. نعم. أهلا وسهلا. نعم ما شاء الله، أنا مسرور بك. هل أنت مستعد للإسلام؟ قل لي ما رأيك عن الإسلام. وأنا في نفسي في فكرتي كنت مسلما. نعم. صليت لأن في هذا الزمان رأي أن الإسلام هو الحق. نعم. فقال لي نعم، ولكن لابد أن تنطقوا شهادتين. نعم. فنطقت شهادتين. الأخ قال شهادتين، ثم كررت بعده بدون صعوبة. قلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبذلك كنت مسلما. أخرجني ربنا عز وجل سبحانه وتعالى من الظلمات وهداني إلى النور. نور الهداية زار صدري، هو مبتدأ أنسي وعمري، فعزمت للرحمن أمري، وعلى خطى طه مشيت. في هذه اللحظة أنت هكذا لا تدري لماذا، ولكن تشعر شيئا عظيما في قلبك. ثم بعد سنوات تفكرت، قلبك كان مسودا والآن مبيض عظيمة منورة جدا. ولذلك أظن أن في هذا السبب تشعر شيئا عظيما. مثال الشهادتين كمثلا شخص عميا ويعود عليه البصر، كيف حال هذا الشخص؟ تفكر. كم عشت والتفريط عادة، ما ذقت في الدنيا سعادة، حتى اهتديت إلى العبادة. يا راحتي لما اهتديت، سبحان من. عندما تنطق شهادتين عندك مفتاح الحق، مفتاح السعادة، مفتاح النجاح. يا ربي فاغفر ما عصاني. ما شاء الله تبارك الرحمن. يتكلم عبد العزيز باللغة العربية مثل ما لاحظت واللغة الفرنسية، وله معرفة بعدة لغات منها الإيطالية والإنجليزية والعبرية والألمانية، وهذا إن دل على ثقافة عبد العزيز وحبه على الاطلاع. أنا فضولي. نعم. عندما أرى شخصا مع جنسية أخرى، نعم. أتكلم مع هذا الشخص. نعم. كيف تقول في لغة كذا وكذا. نعم. وكذا. تعلم اللغة العربية بسرعة حرصا منه على تعلم الدين. ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا تفاجأت من كل من قابلت. نعم. قليل منهم هنا في أوروبا حتى بعد إسلامه 10 سنوات و12 سنة و15 سنة و20 سنة، ولكنه لا يعرف اللغة العربية.
أنت ما شاء الله تبارك الرحمن خلال 5 سنوات لم أحتاج إلى مترجم في هذا اللقاء تبارك الرحمن، وليس فقط ترجمة بل فهم آيات وتدبر وربط آية مع حديث وحديث مع آية. شيء عجيب عبد العزيز، كيف تعلمت بالضبط اللغة العربية؟ أولا ما هي اللغة العربية؟ نعم، هي لغة القرآن الكريم. لما أسلمت الأخ الفرنسي ماكسنس بين المغرب والعشاء في 4 أيام علمني نعم علمني الأحرف كاملة. يعني تقريبا 4 ساعات تعلمت الحروف العربية كلها. وبدأت تقرأ، تفتح الكتاب ما شاء الله القرآن وتقرأ في اللغة العربية حتى تمكنت منها. الحمد لله الذي له الحمد لله الذي له. ثم بعد اجتهدت كثيرا. كنت في غرفتي مع القرآن وأيضا مع الورقة والقلم. حاولت الكاتبة، والناس في المسجد كانوا معجبين. كيف الأسبوع الماضي أسلم والأسبوع بعد يقرأ. قرآني آياته كم أسعدت وجداني، أحزاني ذبلت وفاح الزهر في شطآني. رتلته فإذا الحروف بعطرها ملأت دمي وما دامعي وكياني. ألم تجد أحد أصدقائك تقبل منك الإسلام قليلا؟ أحد من زملائي في المدرسة الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى أسلم. نعم. على يديك؟ نعم. كيف؟ ما شاء الله. هو كان من قبل كمثلي وكان نصرانيا، فشرحت له بطلا في هذا الدين. نعم. وشرحت له وعرفت له الشيخ أحمد ديدات. نعم. وشاهد في يوتيوب الفيديو، ثم بعد سألني عن هذا شرحت له والحمد لله دخل في الإسلام. تحاول أن تدعوهم إلى الحق، والأعظم من ذلك نعم الخلق. نعم. الله أكبر. الخلق هو الذي يتكلم كثيرا. نعم. إن عندك حسن الخلق الله ما شاء الله يكفي. نعم. يكفي. هذا الدعوة الأول هو الخلق. وأمي سبحان الله الآن ترددت بين الإسلام وبين دينها تدعوها تكلمها يوميا. مثلا أمي مثلا قل لها ما التوحيد، تجيب لك هذا الوحدانية، لا تشرك بالله كذا وكذا. الله أكبر. وما هو الطاغوت كذا كذا. سبحان الله. تقول لك. نعم. أمي تدري هذا. أحيانا نغفل عن هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة الوالدين المسلمين التي يتمناها عبد العزيز. هذا صعب، لأن مثلا الآن شخصا اتصل بي: يا أخي عبد العزيز، أمك سبحان الله ماتت وهي كافرة، لا يمكنني أن أصلي عليها. سبحان الله. ستجزى. ولكن هذا من أمور الدنيا، ونقبل هذا القدر. الله سبحانه وتعالى الله يهدي من يشاء ويضلل من يشاء. ونسأل الله أن يهديها. آمين. ويهدي أبيه ويهدي كل من في الضلال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديها. آمين. وأن تكون معك بإذن الله في الدنيا صالحة ومسلمة، وفي الجنة بإذن الله عز وجل. وأيضا أقول للمسلم: الجنة تحت قدمي أمك. كن برا على والدتك. يا أخي المسلم، عندك فضلا عظيما. أمك مسلمة، أبوك مسلم.
عبد العزيز لا يترك الابتسامة. عبد العزيز سعيد جدا بهذه الحياة بعد الإسلام. يقول لا أشعر بقيمة هذه الدنيا، فبعد الإسلام أريد الجنة. قبل الجنة نريد أولا شيء عظيم، وكثير من الناس ينسون هذا. نريد أولا رضوان الله سبحانه وتعالى، رضوان الله هو أكبر، لا نريد الجنة، نريد الله عز وجل وقربته. ثبتني يا الله على طريق الهدى، ثبتني يا الله على طريق الهدى، فكل ما أخشى سوء الختام غدا. لاحظت هنا في هذا البلد كثيرا من الشباب المسلمين لا يتكلمون اللغة العربية الفصحى، هذه مشكلة كبرى. نعم. فأود أن نبنى مركز وفيه نتعلم اللغة العربية الفصحى جيدا، حتى كثيرا من المسلمين هنا في هذا البلد يتكلمون العربية الفصحى جيدا. وإن تكن في مسجد ما في هذا البلد يمكنك أن تسمع كثيرا من المسلمين هناك يتكلمون العربية الفصحى، لأن هذا شيء عظيم، وعلي للمسلمين أن يتكلموا اللغة العربية. بإذن الله عز وجل إخوانك في موقع نون القرآني المتخصص في القراءات، هذا الموقع الجميل، هذا الموقع لحقيقة تعبوا عليه حتى يحققوا لأهل القرآن ما يريدون من خلال هذا الموقع. هم بإذن الله سيساهمون معك في تحقيق هذه الأمنية وهذا الإنجاز وهم يسمعونك الآن. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وأسأل الله أن تكون معي في أهل الجنة إن شاء الله. بإذن الله عز وجل. بإذن الله. أسير بدرب قرآني فيشرق صبح برحاني، أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني. أسير بدرب قرآني ربيعي أنس أيام